قال من منبع الإسلام، من أطهر ومن أقدس بلد، من دار أبو القاسم ومن دار الخلافة الراشدة، من السعودية بلاد أهل الوفاء أبا وجد. نبعث قصيدة حقها العنوان كلمة واحدة: تسلم يدك تسلم يدك تسلم يدك يا أبو فهد، خلصتنا من فتنة الحوثي وشر القاعدة. الله. تسلم يدك تسلم يدك تسلم يدك يا أبو فهد، خلصتنا من فتنة الحوثي وشر القاعدة. لولاك بعد الله إن ذناب فارس في العند، وإن الخميني بالعمامة يحتفل في الراهدة. لكن بفضل الله ربي جيت يا نجم السعد، أوقدت شعلتنا وحركت المياه الراكدة. أتيتهم بالعاصفة خليتهم ماتوا كمد، ضربتهم يا أبو فهد في الراس ضربة جامدة. بالعاصفة ضاعت خطط عبد الملك وأبو حمد، وضاعت أحلام الخميني في دقيقة واحدة. الله. العاصفة كانت لنا الماء الذي زال الرمد، والطب ذي قص الشريطية وشال الزايدة. أثبت للعالم بأن أنتو دروع وإحنا سند، وإن الأشياء ذي بتجمعنا كثيرة واجدة. المملكة وأهل اليمن روحين حلا في جسد، كالكف والساعد ولا به كف يفصل ساعده. مثل الولد والأب للوالد شكا جاه الولد، وإن أصاب الابن شي ما ينفع إلا والده. مهما علي حاول على زرع الكراهة والحسد، دماءنا وارواحنا وقلوبنا متوحدة. بلغ ذنب إيران جاه الموت والراعد رعد، جتها الأسود الضارية جتها الجباه الساجدة. جاه الملك سلمان ذي لا داس على الحامي برد، ولا ضرب ضربه في باتحمل المياه الباردة. جاه التحالف من ولد زايد ومن دولة حمد وآل الخليفة والصباح حول الملوك الرائدة. من مصر والسودان والأردن بعمان اتحد، من اليمن نفسها أتتكم بالجموع الحاشدة. مقاومة شرسه ولدها شبل والشيبة أسد، إذا نوى يصطاد صاد الشاردة. والواردة شباب يحمل بندقه في يد والمصحف بيد، ومن يده تحمل كتاب الله لن تكسر يده. الله. لو ننتهي ونموت، لو ما زد بقي منا أحد، ما تحكمت فينا ميليشيات شلة حاقدة. ما يحكمون أطفال مش حافظ إذا جاء والمسد ما يعرف إلا قال أبي خلدون وأمي خالدة. قايد رسب في صف سادس ما عرف شي حرف مد، بالله عليك ايش تنتظر من شخص هذا قايد؟ حرف ولوث بالعقيدة حقنا والمعتقد، غرر على الأطفال وأصحاب العقول الجامدة. الموت لأمريكا وأمريكا وهو يدا بيد، الموت لإسرائيل وإسرائيل معه بتسانده. تلقاه يسب اليهودة من يوم الاثنين للأحد، لا ما تشوف أعمالهم ونعادها أكثر يهودة. تلقاه يسب اليهودة من يوم الاثنين للأحد، لا ما تشوف أعمالهم ونعادها أكثر يهودة. فكوا لخامنئيل حتى امتد في أرضي ومد، تمددت إيران حتى صابحت متمددة. لكن أتتنا العاصفة صاحت وصحت من رقد، صحيت بها أمه لها 60 عاما راقدة. أمام هذا المد الإيراني وقف سلمان سد، من أجل ذلك بنقول اليوم كلمة واحدة: تسلم يدك تسلم يدك تسلم يدك يا أبو فهد، خلصتنا من فتنة الحوثي وشر القاعدة. وازكى الصلاة وازكى السلام في الختم الراعد مع النبي والآل وأصحاب النفوس الزاهدة. والسلام عليكم. اللهم صل وسلم على محمد.